أنا هدير، عايشة لوحدي في شقة واسعة بعد ما جوزي سافر يشتغل في الخليج. وعشان ما كنتش بقدر ألحق على شغل البيت والشغل بره، قررت أجيب شغالة تساعدني يومين في الأسبوع. جات لي نجوى، ست هادية جدا، ملامحها بريئة وشاطرة في شغلها لدرجة تخوف. نجوى كانت دايما بتبهرني بهدايا بسيطة بتجيبها لي، ورد، مفرش، برواز صور، وتقولي انتي زي بنتي يا مدام هدير، وحابة أكبر بخاطرك. البرواز كان قديم وشكله أثري، حطيته على الكومودينو جنب سريري زي ما طلبت مني. بس من يوم ما البرواز بقى دخل البيت وحياتي اتشقلبت. بدأت أحس بخيالات في الشقة، وبدأت أسمع أصوات هس في نص الليل. والأغرب إن جوزي بدأ يتغير معايا تماما في التليفون، وبدأ يتهمني اتهامات غريبة، كأنه شايفني وأنا قاعدة لوحدي في البيت. في ليلة النور قطع والبرواز وقع من على الكومودينو واتكسر، وأنا بلم الإزاز لقيت ورقة مطوية مستخبية ورا الصورة. فتحتها ولقيت صدمة عمري. الورقة كان فيها شعري مقصوص، وصورة ليا وأنا نايمة، ومكتوب عليها رموز وطلاسم غريبة جدا. قلبي كان هيقف، وفككت الظهر الخشبي بتاع البرواز، ولقيت كاميرا مجهرية وجهاز تسجيل صغير جدا متوصلين ببطارية بتتشحن من حركة البرواز نفسه. اكتشفت إن نجوى الشغالة ما كانتش بتمسح وتكنس بس، دي كانت جاسوسة بعتتها واحدة كانت عايزة تخرب بيتي وتتجوز جوزي. نجوى كانت بتصورني في أوضة نومي، وبتبعت الصور لجوزي بعد ما تعدلها ببرامج فوتوشوب عشان تظهرها لي في أوضاع مش كويسة وتشكك فيا. والطلاسم اللي لقيتها كانت عمل سفلي عشان تفضل حالتي النفسية متدمرة وأنا مش عارفة السبب. كلمت جوزي وحكيت له كل حاجة، ووريت له الكاميرا والورق، وبسرعة عملت فخ لنجوى. لما جات البيت تاني يوم استقبلتها ببرود، وفجأة البوليس دخل وفتش شنطتها، ولقوا معاها نسخة من مفتاح الشقة وصور تانية كتير لجوزي وعنوانه في الغربة. نجوى اعترفت بكل حاجة، وإنها كانت بتقبض مبالغ ضخمة من الست دي عشان تدمر حياتي. طلعت نجوى من بيتي بالكلبشات، وكسرت البرواز ده 100 حتة، وعرفت إن الهدايا اللي بتدخل بيوتنا من ناس غريبة ممكن تكون هي الخنجر اللي هيتغرز في ظهرنا في غفلة مننا. دي كانت حدوتة النهاردة، أشوفكم في حدوتة جديدة، وسلام.